السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. كما كتشاهدوا معنا اليوم غنحضروا ميني كيك كيجي عامر بواحد الكريمه اللي كتجي لذيذه، كريم الشوكولا كتجي لذيذه، كذلك كتجي سهله في التحضير وسريعه. يلا نبداو مع المقادير وطريقه التحضير. كما كتشاهدوا معنا هادو هما المقادير. عندنا 2 ديال الخمارات، عندنا 250 غرام ديال الدقيق فورس، دقيق الحلويات، عندنا كاس لاروب ديال السنيده، كاس لاروب ديال الزيت، وعندنا كاس لاروب ديال الحليب، عندنا 2 بيضات، وعندنا شويه الفاني او ساشيه ديال الفاني، وقريصه ديال الملح. اول حاجه غادي نبداو بها وهي غادي نطلعوا البيض. هذا هو السر ديال النجاح ديال هاد الميني كيك او الكيك على العموم. عندنا 2 بيضات غادي نضربوهم مع كاس لاروب ديال السنيده، غادي نخدموهم مزيان حتى يبان لينا داك البيض ولا اللون ديالو ابيض فاتح، اولا يبان لينا طلع شويه بدا كيرغوي. ما عندوش الطراب الكهربائي ممكن يستعمل اليدوي. كما كتشاهدوا معايا اللون ديال البيض بدا كيتبدل اولا تضاعف الحجم ديالو. دابا غادي نبداو نوضع الزيت بشويه بشويه. كما كتشاهدوا معايا غادي نطربو مزيان حتى يتجانس مع داك البيض. دابا غادي نوضع الحليب حتى هو حتى يتجانس ليا مع البيض والزيت. طرب مزيان. غادي انا وضعت هنا نص معلقه صغيره ديال الفاني، يمكن لكم توضعوا ساشيه ديال الفاني وقريصه ديال الملح. دابا غادي نبدا نوضع الدقيق اللي غربلته من قبل. بالنسبه للدقيق غادي نبداو نوضعو بشويه بشويه. يقدر بقى لينا في الاخير يبقى لينا من هذاك 250 غرام شي تقريبا 2 معالق ولا 3. المهم غادي نشوفوا الكميه اللي غتبقى. غادي نوضع 2 ساشيات ديال الخميره. غادي نستمر في التخلاط. غادي نطرب هذاك، نخلط هذاك الدقيق مع العناصر. كما قلت لكم بالنسبه للدقيق في الاخير غنبقى نضيف بشويه بشويه باش ما تقصحش معايا العجينه، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب. صافي غادي نخلط هذاك الدقيق مزيان حتى ينسجم ليا مع باقي العناصر. هنا خصني واحد شويه غنزيدو، تقريبا بقى ليا شي نص كاس ديال الدقيق ولا 2 معالق ولا 3 من هذيك 250 غرام ديال الدقيق. بقى لي واحد شويه. المهم هاد العجين كتجي ما ثقيله ما خفيفه، عجين ديال الكيك عادي. كما كتلاحظوا معايا العجين كتبان منفوخه شويه، كتبان بحال مفشفشه شويه. هذاك البيض اللي طلعنا في الاول هو اللي كيعطي هذه النتيجه كما كتلاحظوا معايا. انا خديت هنايا هذا المول ديال ميني كيك، هذا المول العجيب الصغير
كما كتلاحظوا معايا دهنتهم بالزبده اولا بالزيت ورشيت عليهم شويه ديال الدقيق. صافي كنعمرهم هنايا، ما كنعمرهمش كامل، كنخلي واحد شويه فين يطلعوا. صافي انا استفتهم هنايا فواحد لاطه اللي كتدخل الفرن، وسخنت الفران على 200 درجه. صافي وكنطيبهم على 180 درجه غير من التحت، مراد غير كيطيبوا شويه يبداو يتحمروا. صافي نشعل عليهم الفوق. عندي هنا كاس ونص ديال الحليب، عندنا هنايا لا كريم باتيسري او باتيسيير او مايزينا، داكشي اللي توفر عندكم في المنزل. عندي واحد الساشيه ديال الصابلي، عندي شويه الشوكولا، وكذلك عندنا شويه ديال السنيده. هنا غادي نوضع جوج معالق كبار ديال كريم باتيسيير. اللي ما عندوش ممكن يستعمل مايزينا او نشا الذره. انا هنايا كنوضع السنيده، وضعت 2 معالق كبار بالنسبه للسنيده حسب الذوق. صافي غنخلطهم بعضياتهم مزيان حتى تذوب ليا ديك لا كريم باتيسيير وسنيده. صافي غنوضعوها فوق النار مع التحريك حتى طيب لينا لا كريم باتيسيير، حتى طيب تبان لينا تقالت، عاد نطفيو عليها. كما كتلاحظوا معايا الكريمه ديالنا ها هي وجدات. غادي ننزلوها من فوق النار وغادي نوضعوا فيها باقي العناصر. غادي نوضع فيها بالنسبه للشوكولا، انا عندي هنايا تقريبا واحد 10 ديال الحبات ديال الشوكولا حتى 12 حبه. كنبقى نزيد على حساب اللون اللي بغيت. وغادي نوضع عندي هنايا الكاكاو، ممكن تستعملوا نيسكافي. غادي نوضع هذاك ساشيه ديال اولا بيمو صابلي ديال الكوك. صافي غنطحن هذاك الكل، غادي نطحنو مزيان. ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي، الطحانه ديال العصير. بالنسبه للون ديالها سميتو ممكن تبقاو تزيدوا الشوكولاط ولا هذا حتى تحصلوا على اللون اللي بغيتو. انا هنا عمرت هاد ميني كيك كما كتشاهدوا معايا. صافي كناخذ واحد شويه ديال الشوكولاط ابيض كندوبو، تقريبا واحد 5 الحبات تاع الشوكولاط ابيض اللي دوبت. وضعت هاد الخطوط. صافي كناخذوا شي موس ولا راس المعلقه صغيره ولا الكيغدون. صافي وكنزوقوهم بحال هكا. بالنسبه للتزيين او بالنسبه للحشوه ديال هاد الميني كيك ممكن تعمرهم بكريمه ديال الحامض او الكريمه ديال الكراميل، والتزيين كيبقى اختياري. كيجيو رائعين وكيجيو المنظر ديالهم كيجي راقي، كيجيو لذاذ، وكذلك كيجيو سريعين في التحضير وساهلين وبالصحه والراحه. وبالنسبه اللي اول مره كيشاهد القناه يضغط زر الابوني ويفعل الجرس. خلي لنا شي كومونتير زوين، وبصحتكم وبراحتكم.